قرار جديد في مدينة اسطنبول بخص كل سائح بيجي على مدينة اسطنبول. هذا القرار تم تطبيقه تقريبا من 4 أشهر أو 3 أشهر، ما بذكر بالضبط، ولكن عم يتم تطبيقه بحزم جدا على كل المحلات اللي بتبيع أي منتج غذائي، سواء كان مطعم، سواء كان ببيع حلقوم أو أي نوع من أنواع المنتجات الغذائية، وحتى إذا كان شركة سياحية. القرار بيقول ممنوع على أي بائع يعرض أي منتج على أي حدا عم يمر من أمام محله. يعني إذا أنت كنت تمر من هذا الشارع، كان معظم المحلات بيطالعوا حلقوم وبيضيفوك، بيقولوا لك تفضل تفضل عشان تدخل عندهم على المحل. أو مطعم بتعدي من أمامه بفرجيك المنيو وبيقول لك تفضل تفضل. فهذا الشيء أصبح ممنوع يعني بشكل جدا 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 حازم في مدينة اسطنبول. وهذا القانون عم يتطبق على المحلات الكبيرة قبل المحلات الصغيرة، والمخالفات جدا كبيرة. أول مخالفة بأغلقوا المحل 3 أيام، ثاني مخالفة بأغلقوا المحل 7 أيام، المخالفة الثالثة بيسحبوا رخصة المحل والمحل بيأغلق بشكل نهائي. فخبرونا بالتعليقات شو رأيكم بهذا القرار؟ هل هذا الشيء لصالح السائح ولا راح يخفض نسبة البيع عند المحلات ويضر السياحة بشكل عام؟